طمنيني عليك يا نجوى، عامله ايه؟ حاسه اني في كابوس يا انس. نفسي افوق منه، اصحى اجري اصرخ، بس يظهر اني مش هقدر. ما تقوليش كده يا نجوى، مهما كان الموقف صعب هيعدي، وانا واقف معاكي مش هسيبك. واخدين على فين؟ للأسف أخذت 4 أيام على ذمة التحقيق. يعني ايه 4 ايام على ذمه التحقيق؟ ما تقوليش انهم هيحجزوها. أستاذة نجوى، أنا عايزة أجي بكرة أقعد مع حضرتك عشان نتكلم في تفاصيل القضية، ولو سمحتي حاولي تفتكري أي حاجة ممكن تساعدنا. والله العظيم والله العظيم ما اعرف غير اللي انا قلته جوه، والله العظيم. معلش أنا عايزاكي تهدي وتفكري أي حاجة صغيرة ممكن تفيدنا. أنت كنتي قلتي جوه إن الإدارة المالية لشركات جلال حرب ما سلمتكيش أي مستندات عن الجهات الممولة للشركة. ايوه قلت كده. طب ما فيش أي حد من الإدارة المالية يشهد على الكلام ده؟ في استاذ سمير عبد الواحد المدير المالي، هو اللي كان ماسك شغل المؤسسه كله وممكن يشاب ده. انا قابلته بعد ما رجعت من السفر واحكي لي على اللي بيحصل كله، وقال لي كمان ان جلال رفضه لما عرف ان هو يعرف الحاجات دي. طيب هايل جدا. أنا هقدم طلب للنيابة عشان تستدعيك كشاهد، وإن شاء الله يبقى خيط كويس نقدر نتشعبط فيه. يا رب يا رب، والنبي ما تنسي يا فريده، ما تسيبينيش. انس مش هوصيك عشان خاطر خلي بالك من البنات. طمني، نادين جات لك؟ ايوه نادين جات لي معاها، بنات كويسين ما تقلقيش. خلي بالك انت بس من نفسك وما تخافيش، انت ولا ضعيفه ولا على راسك بطحه، وانا موجود مش هسيبك لحد ما تطلعي من القرف ده.